السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رامي عيد في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان الأهلي يعبر كمين الداخلية في طريق الاحتفاظ بكأس مصر. آم، مباراة كانت سهلة جدا للنادي الأهلي، لكن للأسف اللعيبة ما خدوهاش بجدية. مش عايز أقول صعبوها على نفسهم، لأن ما كانش فيها أي صعوبة يعني في أي وقت من الأوقات. لو كانت في صعوبة هتبقى صعوبة عليا أنا كمتفرج، يعني إن أنا كنت حاسس إن في أي وقت الداخلية هيجيب تعادل، يعني لأن اللعيبة كانوا واخدين المباراة بشكل في ما فيهوش جدية يعني. المباراة طبعا الأهلي ابتدى باللقاء رغم إنه كان بيلعب فريق في التشكيل الأساسي، يعني ابتدى بالشناوي في حراسة المرمى. في الدفاع كان الرباعي محمد هاني وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وعلي معلول. في الوسط كان اليو ديانج ومروان حمدي ومروان عطية، وقدام وقفشة. وفي الهجوم كان بيرستاو وكهربا والشحات. طبعا التشكيل ده هو تشكيل مثالي يعني للاهلي في ظل الغيابات، يعني في ظل ان كان ياسر ابراهيم اصيب قبل المباراه، وفي ظل ايقاف عبد المنعم محمد عبد المنعم. فده يعتبر التشكيل الاساسي للاهلي يعني لعب بيه في المباراه. لكن للاسف الاهلي كانوا بيلعبوا اللعيبه بيلعبوا بتعالي شديد جدا، وفكرنا بنفس ماتش الاهلي والحدود، حرس الحدود. الاهلي عارف انه هيكسب في اي وقت، فعشان كده حتى كنت خايف ان في اي وقت يجيب جون الداخليه ويتصعب المباراه على الاهلي. طبعا المباراه الاهلي اتحسب له ضربه جزاء ضيعها علي معلول، حطها في القائم. وبعد كده بيرستاو احرز الهدف، وفي الوقت الضائع في الشوط الاولاني يعني، وفي اخر المباراه في الوقت الضايع من المباراه محمد مجدي قفشه احرز الهدف الثاني. المباراه طبعا زي ما قلنا المباراه كانت سهله جدا يعني الاهلي، لكن الاهلي اللعيبه ما خدوهاش بجديه تاني، برضو مش هقول صعبه على نفسه. وهنا اعتقد ان السؤال المهم جدا، يعني هو في اكتر من سؤال، يعني يمكن السؤال اللي الناس كلهم سالوه، وهو ان ليه كولر ما غيرش. يعني بدا اول تغيير ليه كان في دقيقه 83 وغير ثلاث تغييرات مع بعض، اللي هو نزل غير ثلاثه اللي قدام، بيرستاو وكهربا وحسين الشحات، ونزل بدلهم الثلاثه طاهر محمد طاهر ورأفت خليل واحمد عبد القادر. وطبعا احمد عبد القادر كان الاسيست بتاع الهدف الثاني كان ناحيته يعني. ده كان اول سؤال، ان ليه مارسيل كولر ما غيرش، خصوصا ان شحات ادى ماتش سيء جدا يعني. كان المفروض يتغير من الشوط الاولاني يعني، مش ما كانش يصبر عليه لغايه الدقيقه 83 يعني. اعتقد ان كل اللعيبه ما كانوش في مستواهم، يمكن باستثناء رامي ربيعه اللي ادى مباراه جيده جدا. اليو ديانج برضه عمل مباراه جيده، وبيرستاو. وطبعا الشناوي اللي ما جاتش عليه ولا فرصه غير كوره واحده شوطه من الان كيامبادي خبط في رامي ربيعه وغير اتجاهها وتألق يعني الشناوي انه خرجها. ده السؤال طبعا الاولاني، اول سؤال يتسأله ان ليه كولر ما غيرش، ودي حاجه غريبه. وحتى في المؤتمر سالوه، هو قال لك ان هو حر يعني، ولما يحب يغير بيغير يعني ما حدش ليه دعوه يعني هو يغير او ما غيرش. السؤال التاني بقى الاهم، او بالنسبه لي انا اهم، هو ايه دور محمد ابو الوفا او احمد ابو الوفا، الاخصائي النفسي للفريق. لما الاقي النهارده في نفس يعني اللعيبه بيلعبوا بدون اي دوافع، ونفس اللي حصل بنفس الشكل في ماتش حرس الحدود، فاعتقد دي مهمه كانت اكبر مهمه لمهمه الطبيب النفسي، ان هو اللي لازم يخلق الدوافع عن اللعيبه دي، ان اللعيبه ما تنزلش بالشكل ده وبتلعب بان احنا يلا عايزين ننزل نخلص 90 دقيقه ونمشي يعني وخلاص. خصوصا ان انت برضو يعني احنا في ماتش جاي ربنا يستر يعني منه، ماتش المصري مع مدرب ما بيلعبش غير قصادك اللي هو علي ماهر، وفريق بيلعب بحماس زياده برضه قصادك اللي هو فريق المصري. اعتقد ان علي ماهر قادر، رغم ان هو لسه في اول مباراه للمصري، هيبقى قادر انه يخلق دوافع للفرقه دي يعني. فلو الاهلي لعب بنفس الشكل اللي لعب بيه الماتش النهارده ولعب بيه الماتشات اللي فاتت كلها ومن ضمنهم ماتش الحدود، فهتبقى مشكله كبيره جدا للاهلي يعني. وان شاء الله الاهلي يعدي، بحيث ان احنا خلصنا الموسم ده يعني خلاص. فده اعتقد شغلة المعد النفسي، ان لازم يخلق دوافع. برضو يعني رغم ان مروان عطية كان احسن النهاردة، لكنه لغاية دلوقتي مروان عطية لسه ما خرجش من موضوع وفاة والده، سواء في ماتش بيراميدز او ماتش المصري، ماتش بيراميدز او ماتش اللي فات ده.
ماتش المصري أنا بصراحه ما اتفرجتش عليه، فمش عارف كان لاعب ولا لا مروان عطيه. آم، فما كانش برضه لسه ما خرجش من نفس مش الازمه اللي بيمر بيها بعد وفاه والده. دي برضه شغله المعد النفسي. ايضا لو نفتكر في خالد عبد الفتاح، يبقى خالد عبد الفتاح نجيب بعد بقى ماتش بيراميدز قلت المفروض ان هو ما جددش الاهلي، رغم انه خالد عبد الفتاح هو من ساعه ما جه ما عملش البصمه زي مروان عطيه، لكنه كان عند الحدث. يعني في ماتش الزمالك لما احتاجته مساك لعب وادى بشكل كويس، في الماتش اللي بتحتاجه لما بيلعب مكان معلول بيأدي، بيلعب مكان هاني بيأدي. لكنه في مباراة بيراميدز كان سيء جدا، لانه في المباراة اللي قبلها احرز هدف في نفسه اللي هو ماتش حرس الحدود. دي برضو شغلة المعد النفسي، ان ازاي يخرجه من قصة الخطأ اللي غلطه في ماتش الحدود، يقدر يلعب الماتش التاني كأن مفيش حاجة حصلت يعني. لكن للأسف ما لقيناش برضو المعد النفسي. الشناوي يمكن في ماتش البيراميدز ما كانش هو الشناوي، فده لأنه كان ممكن يكون كان مشغول بعرض النصر. دي برضو شغل المعد النفسي. كهربا في وقت من الأوقات بعد ما كان فايق بدأ مستواه ينزل تدريجي، واضح إنه مشغول بموضوع الغرامة. برضه دي مشكلة المعد النفسي. محمد شريف لما بيجي النهارده بيطلبوا منه، او سيد حفيظ حسب ما سمعنا يعني، قعد معاه وقال له جدد، قال له ما عنديش مشاكل اجدد بس اعرف انا ايه دوري. دي برضه مش دور بقى ان مارسيل كولر يقعد معاه ويقول له انا محتاجك يعني، لا دي دور المعد النفسي ان لازم يعرفه ان انت شغلتك ان انت تلعب كوره، تلعب دقيقه تلعب 90، ممكن تنزل دقيقة وتجيب جول يبقى انت عملت لي اللي انا عايزه. مش لازم تلعب 90 دقيقة، ممكن تنزل كأنت مهاجم بس انا محتاج ان انت توقف المدافعين، حتى مش هتجيب هجوم يعني، بدل ما المدافعين بيطلعوا لا انت هتقف فهتقلل هجوم الفريق التاني. دي برضو دورك. دي اعتقد برضو ده شغل، كل ده شغل المعد النفسي يعني. برضو القندوسي اللي ما تسجمش مع الاهلي ده شغل المعد النفسي. آم، فمش عارف، انا مش عارف ابو الوفا. هو في اوقات كان بيبقى آم، يعني كان في اكيد له دور يعني، او في اوقات كان بيبقى دور واضح في الفرقه، لكنه في علامات استفهام عليه يعني. ده اتمنى ان يكون في تقييم يعني ليه بعد الست شهور دول، انا جه من يناير او جه في نص الموسم يعني. اتمنى يكون في تقييم، لو كده يبقى يعني هل يكمل ولا يجيبوا حد تاني معد نفس تاني، مش يمشي يعني، يمشي واحد بداله لو كده. ده عن مباراة النهارده. اعتقد دي كانت اهم حاجة في مباراة النهارده، مفيش حاجة تانية تتقال يعني، ومفيش كلام كتير يتقال. المباراة كانت باهتة جدا يعني. الاهلي ان شاء الله الاهلي يوم الخميس يكسب المصري ويعدي المرحلة دي يعني. آخر حاجة يمكن الأهلي زي ما عرفنا كلنا إن رضا سليم جه مصر، تاني صفقات الأهلي الرسمية بعد إمام عاشور. تدعيم رائع جدا. رضا سليم لاعب رائع، شفت له في الفيديوهات يعني اللي شفتها له، لاعب جيد جدا، مهاري سريع، دريبلر كويس جدا يعني. بالإضافة إنه بيلعب ضربات جزاء بشكل كويس جدا، بشكل رائع يعني، وبيلعب ضربات ثابتة برضه. اعتقد اتمنى ان يكون اضافه للفرقه، وكده يبقى ناقص لنا الحاجه الاهم اللي هي راس الحربه. واتمنى ان الاهلي يلحق يخلص راس الحربه، وحسب ما هم وعدوا مارسيل كولر ان يكون موجود ان شاء الله في فتره الاعداد. وكده يبقى الاهلي بشكل كبير جدا قدر يقفل الاماكن اللي ناقصه. يبقى ناقص عنده بقى اللي كان هيجيب ظهير ايسر تحت السن، او هيجيب مدافع، سواء مدافع تحت السن او مدافع الدوري المصري، او يغير مركز بعض اللعيبه عشان يتغلب على مشكله الدفاع. يعني مثلا لو خالد عبد الفتاح دخل جوه كمساك، او معتز محمد اللي شايفه لعيب جيد جدا صعده. وان شاء الله الاهلي السنه الجايه يبقى فريق متكامل يعني، بعد الصفقتين دول وبعد المهاجم وبعد عوده ان شاء الله كريم نيدفيد ومروان محسن، وهنشوف فيه تدعيمات تانية ولا لا. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.